4 حاجات لو ركزت فيهم وانت بتشتري الالماظ هتخليكي تختاري افضل حاجه، وفي الاخر هديكي معلومه توفر لك فلوس. قيمه الالماظ بتتحدد من 4 حاجات اولهم حرف السي، عشان كده بنسميهم الفور سيز اللي هم الكارت والكالر والكلاريتي، واخر حاجه هي الكت. وال4 حاجات دول او المواصفات يعني هم دول اللي بنحدد على اساسهم قيمه الفص. فلو مسكت اي شهاده لاي حجر الماظ هتلاقي الفور سيز موجودين فيهم. طب تنقي منهم ازاي؟ الكارت اللي هو القيراط او وزن الحجر بتاعك، تاني حاجه الكالر اللي هو لون الحجر، وده الكالر جريد بتاعه بيبتدي من اول حرف الدي، دي اي اف جي اتش، وبعد كده نبدا ننزل لتحت. الدي والاي والاف دول يعتبروا اعلى حاجه موجودين عندنا. طب عندنا في مصر اقل حاجه نقدر نجيبها هي الاتش كالر، لان اقل من كده الحجر بيبقى اصفر شويه. واحنا عندنا في مجوهرات الطويل اقل حاجه بنجيبها لعملائنا هي الجي مش الاتش حتى. نخش بقى على ثالث حاجه وهي الكلاريتي او النقاء، وهي بمعنى اصح نسبه الشوائب اللي موجوده في الحجر بتاعك. اقل حاجه نقدر نشتريها في الكلاريتي هي الفي اس 1 او الفي اس 2، واخر حاجه في الفور سيز هي الكت. وانا بالنسبه لي دي اهم حاجه لازم تاخدي بالك منها وانت بتنقي الحجر بتاعك، لان ببساطه الكت هو اللي بيتحكم في انعكاس الضوء جوه الحجر بتاعك. فكل ما كان الكت واخد 3 اكسلنت كل ما انت ضامنه ان ده احلى مرور للضوء جوه الحجر. طب معنى كده احنا ما نجيبش غير 3 اكسلنت؟ لا طبعا. في ناس كتير فاكره ان هي لازم تجيب في الكت 3 اكسلنت. مفيش فرق كبير بين 3 اكسلنت وواحد فيري جود و2 اكسلنت او 1 اكسلنت و2 فيري جود، بس فرق السعر في الحجر الواحد ما بين ال3 اكسلنت والباقيين فرق كبير جدا، وفي الاخر مش هيفرق معاكي كتير. كده انتوا عرفتوا الفور سيز. اهم حاجه الناس اللي بتهتم بالكلاريتي احب انصحهم واقول لهم دي مش اهم حاجه، فما تهتميش تجيبي فلولس او في اس 1 على حساب الكلر او على حساب الكت. وبس كده. اكتبوا لنا في الكومنتس اي اسئله عندكم عن الفور سيز. كان معاكم دكتور ياسر الطويل وده الجواهرجي. سلام.